وحده بس معي ثنتين صورتين. فيك تدبرينا سفر على مصر؟ لحظة لا تجيبي لنا للسعودية لهنيك؟ اعتمد على الله وعليك يا شيخ، وإلك علي أنت في بنتين بمصر كمان حلوين. والله لبيض وشك. هذوك ملكات جمال اللي هنيك بمصر. القصة: أب يتاجر ببناته بحجة تأمين لقمة العيش بعد نزوحه من سوريا. اضطررت إلى انتزاع ثوب الصحافة وإلى تقمص شخصية أخرى للاستقصاء عن كل القصة. جاي الشيخ يقعد هون شهرين. طيب ماشي؟ يعني يومية بنتك حتكون معه. نعم. فقد ايه بدك بالنهار؟ 800 له و200 إلي دوبي عايش يعني. انكرمتنا أكثر كتر خيرها. شايف أنت الوضع وشايف كم بنت فينا ناخذ مع بعض؟ مو مشكلة، عندي 3 عم لهم. 3؟ ايه. ما عندك مشكلة يعني يكونوا سوا مع بعض؟ لا خلص صار يا زلمة طيب معنا وأخلاقه عالية حلال ولا حرام؟ إذا بيقعدوا سوا مع بعض حلال ما عليه شيء. بدك تعطي ال3 لشيخ واحد. هو بده هيك الشيخ يعني؟ خلص نحن بأمر الشيخ شو بده؟ كمان نفس السعر؟ خلص كله نفس السعر مثل ما حكيت أنا وياك. بعدين هو بقى انبسط معهم بيطلق، ما انبسط بيطلقون. بنت برضاها؟ ايه، واحدة وفاء، واحدة حنان وهزار. هي اللي معي هزار. أنا ما بيهمني شو يعني قصة، أنا بقعد معه قد ما بده بروقه وكل شيء، بس إنه ما حدا غاصبني. أبي على مرأة يعني، بدي ما بدي عادي عنده. ما شفتي جسمي بجوزني واحد أبي هيك، مثل إنه جوازة متعة. قعدت معه يوم واحد ليلة من 9 المساء للصبح، صار يعني بده يصورني سكس وهيك، وصار بده يعني اشرب بالزور من الرياض. طاني 300,000 بس ما عجبه أبي. $300. اللقاء الأول كان في بيروت، أما الاتفاق الأخير فقد حصل حيث يعيشون في البقاع اللبناني. نشان النقد اتفقنا انه $1000، 200 لأبي و8 لإلي، وقد ما بده يقعد بقعد معه، ما عندي أي مشكلة. بيهمك المصاري؟ أنا موافقة على كل شيء.